يعني المقابله هذيك السويده شنو هو ما تعرفش اسمه هذاك يتشاف صح يتشاف. هذه المرفأ نتاع شو اسمه سيدي. شفت الاشجار هذه تحتها بحيره. اي تحتها البحيره واضح. ما هو انا مريت وقت اللي جاي مريت بالمرفأ نتاع الفلاك هذاك اللي قدام. تحتها مباشره البحيره غير البحر. تمشوا غادي تمشوا رايح منطقه هذه اسمها النيبو. ونعرفوا خيانكم بالاماكن الجميله والنظيفه. يعني هالاماكن النظيفه احنا هنا تحسها مش طبيعيه البقعه، لانه ما ثماش كداس نتاع زبله تويكا في الاماكن هذه وكذا يعني. باش تمشوا البحيره ولا؟ نمشوا نحبوا نتمشوا. البحيره صعيبه. تمشوا منها بالغابه نمشوا نتمشى شويه وبعد نرجع مع الطريق هذا. كم مرة أتكلم عن العناية بالإنسان، فتجد في كل مكان يصلح للتنزه تجد هذه الكراسي مثلا موجودة على الشارع هكذا، ولكن الكرسي بجانبه ما يؤكد حاجة الإنسان. قد يتناول شيء هذا الذي يجلس على الكرسي، فبجانبه سلة المهملات كي لا تلقى المهملات في الشارع، كي لا تقذر الطبيعة الجميلة. الطبيعة الجميلة نحن في تونس بحاجة إلى هذه الثقافة، بحاجة أن نكون مسلمين حقا مسلمين، فإن إسلامنا يأبى علينا القذارة. إسلامنا يريد لنا أن نكون أناسا متطورين نظيفين رساليين. فسبحان الله العظيم، يعني كم مرة أقول يمكن أن يضطجع الإنسان على هذا الشارع دون أن يخشى تقذيرا لملابسه أو حتى لربما جبته البيضاء. نحن بحاجة لمثل هذا، بحاجة ماسة لمثل هذا. فسبحان الله، هذه المناظر الجميلة، وقد كست الطبيعة أو قد ارتدت الطبيعة حلتها الآن بقدوم الربيع. نقول عندما نتجول في هذه المناظر تزداد أو يزداد إيماننا بالجنة وما جاء فيها من أوصاف. فإذا كانت الدنيا هكذا أو كانت زاوية من الدنيا هكذا بهذا الجمال، بهذه الجمالية، بهذه الظلال التي تميل في أغلب الأحيان إلى الظلمة، فكيف تكون الجنة التي وصفت أشجارها ووصفت ظلالها وقيل عنها أنها قد تحمل أسماء الدنيا ولكنها ليست كشيء من الدنيا؟ فسبحان الله العظيم، هذا المكان جميل جدا. قرية تسمى قرية نيفو بالدنماركية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا
أفضل من هذه الأماكن على الإطلاق، وأن يجعل شعبنا التونسي شعبا مؤمنا ميالا إلى الحضارة وإلى النظافة وإلى الرسالية. نؤكد دائما وأبدا على الرسالية، لابد أن تكون رساليا في كتاباتك، رساليا في مأكلك، رساليا في مشربك، رساليا في ملبسك، رساليا في زرعك، رساليا في كل شيء، رساليا في نظرتك إلى الدنيا ونظرتك إلى الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى صلاح الحال. السلام عليكم.